الساعة 3 الفجر بهدلونا وروح شدوا ونزلوا. قص امك، يلا يا جماعه تلفوا على بتاعه ابو ظبي وحياه قص امك لصورتك تلف العالم ورب العزه يا بنت المره المتناكه. مفيش احترام خالص. سيبك بقى من القانون، سيبك بقى من القانون، سيبك بقى من القانون، سيبك بقى من القانون، سيبك من القانون. انا عارف ازاي اوجعك ومش انا. يطلع في واسطه جوه في المكان ده في الامن الوطني يقدروا يطلعوه قبل ما يتعرض على النيابه وتبقى قضيه وشغلانه. بنت الانتاج الاعلامي عباره عن سكنات حربيه دلوقتي مسيطرين على القنوات كلها. العمليه كانت اعلام المصريين زمان وعاوزين ناس معينه، عاوزين ناس معينه. وانا في حد على طول، اصل انا شفت ده بعيني قسما بالله. سميره الدغيدي نفسها بتاع قناه LTC قالتها لي صراحه. هشام النحراوي كل في تليفونات بتيجي لا هو ده. هو انا كنت فاشل في حياتي؟ لا انا ما كنتش فاشل. انا لما مشيت من قناه الحياه اللي هي عندهم 830,000 بالفوائد، يعني داخلين في مليون جنيه، وصدر حكم قضائي بالزامهم، مش عارف انفذه. والمحامي اللي مسك لي الموضوع ده قال انا رحت لقيت فيه لواء في المخابرات وقال لي لا الكلام ده عند السيد البدوي، انا مالناش دعوه. تعريس، توجيهات، تليفونات معينه لازم تيجي كده. جو ابن متناكه، مش فير. دوله زباله بكل المقاييس قسما بالله، وفساد وظلم حاجات اللي تحت اللي بيبان غير اللي ظاهر. متهم بقتل المتظاهرين. يعني انا بس عاوزكم تهدوا خالص. اسماعيل ايه ده؟ يا احمد بيه، ما انت عارف يا احمد يا احمد بيه، ايه يا احمد بيه، انت عايزين قول انا ام العيال، انا امهم، لسه بقالي شهرين عيالي ماتوا. ارحموني اطلع بره. ثانية واحدة. ايوه احمد بيه، ما انا عارفه. انت عارفني بقى. ايوه احمد بيه. طيب انت ايه يا ريس، انا داخل على الاستيفا. هتعمل محضر في الاستيفا بالواقعه كلها، وان تم التعدي عليك بالضرب بسلاح ابيض. اسمع بقى اللي بقول لك عليه، بسلاح ابيض عباره عن مطوى قرن غزال وتحديفي بالطوب، تمام، وقذفوا علي طوب في وشي وفي مناطق حساسه في جسمي. هيقولوا لك امام من حدث ذلك. الكلام ده حصل قصاد مين؟ هتقول لهم قصاد التربي وقصاد واحده اسمها ام حسن اللي انت لازم تجيب قص-امها باي طريقه عشان تشهد معاك، وقصاد واحده اسمها ام هنا. ماشي، هنا الناس دي يا باشا كده، الناس دي مش هتشهد يا عم. لو هتدي لكل واحد 300 جنيه ماشي. ما هنا المباحث. انا والدتي كانت موجوده ولوجود خلافات بيني وبينها بعد مقتل اختي، واول ما شافتني في المقابر كنت رايح ازور اختي. هيقولوا لك انت ما سبب تواجدك في المقابر؟ هتقول لهم انا رايح ازور اختي، انا متعود ازورها كل جمعه. راحت فوجئت ان امي معاها شخص غريب اول مره اشوفه، معاها عربيه سيراتو. هيقولوا لك العربيه رقم كام؟ طبعا انت حمار ما صورتش العربيه ولا خدت رقمها، تمام. قالوا لنا كان فاضي. وكان معاه مطوه في ايده بيهددني بيها، وفوجئت ان هم تعدوا عليا بالسب والشتم والضرب ومطوه قرن غزال. بس طبعا ما تقولش ان بقى يعني هل ضربوك بالمطوه؟ هتقول لهم لا كان بيهددني بالمطوه، لكن عاوز يضربوني بالحجاره في وشي عشان ما تطلعش. انا لما شفت عشان ما تطلعش كداب، تمام. أيوة. ايه سبب ان عملت كده؟ هتقول لهم وجود خلافات سابقه بيني وبينها بسبب شيماء اختي بعد ما ماتت. خلاص ماشي. وكان معاها شخص يدعى فلان الفلاني. ماشي. يلا اكرام الاجراء ده مهم جدا. عارف يعني ايه راي عام، يعني عارف يعني ايه جمهور، واخاطبه ازاي، وغير الدفه دي كلها. ساعتها انا يا باشا اسخر لك الشيطان ابن ابليس. انا بقى مع الواد بقى، الواد اللي سجد في المحكمه وبكى العالم العربي كله، الواد اللي الدنيا كلها بتتكلم عنه في مصر وخارج مصر. الواد ده نجم بقى، نجم في غصب عن اي حد، الناس كلها متعاطفه معاه. من الذكاء ان انا العب على ده بقى، ده لو انا بقى فعلا تمام معلم، العب بقى على ده، اخلي تفكيري بقى واسع، شوف الكادر بشكل اوسع بقى. لا ده اشتغل على ده وابقى معاه، واغير الدفه بقى، واعمل اي مبرر بقى عشان اعمل القصه دي، اي مبرر في اي حاجه، اي شيء. والله
والله نشفت، والله العظيم نشفت، والله ما انت نشفت، والله ما انت نشفت، والله ما انت نشفت. ده ابني صور عليا حاجه اول مره اتحط في ولا زي ده. اكتب انا بخاف بكل معنى وكل كلمه، والله العظيم اقسم بالله ما حد حاسس بيا خالص. بحبك جدا لغايه ما ادخل القبر واموت، وانا بعتذر عن كل اللي فات مش عشان تسامحيني، وانت صاحبة الكرم والجود بعد ربنا سبحانه وتعالى. ده مش جوزي، انا مش محتاجه اتطلق منه، الراجل ده مش جوزي ولا يشرفني. الراجل ده جعان، انا شفت راجل جعان، انا شفت راجل بياكل في اخر ذاته، انا شفت راجل اناني. تعالي يا زينب، تعالي بس هتسيبيني. الست دي انا مدين ليها بالاعتذار الكبير قصاد مصر والعالم العربي كله، لاني كنت ظالم ليها مفتري عليها، وعاشت وشافت مني ابشع انواع العذاب والغدر. فانا دلوقتي بطهر نفسي ولم اعتباري فالكمال لله. انا النهارده طالع عشان ارد المظالم في حق سيده اتظلمت واتخدعت واتعذبت، شدت الزور عليها واتكلمت الحقيقه بكلام كله كذب بصراحه وقت من الاوقات وكتير من الاوقات، وهي اشرف واطهر واعظم وافضل ست قابلتها في حياتي. طيب مين الست دي؟ هي ام اولادي سيده مريم يعقوب، الاعلاميه مريم، الاستاذه مريم يعقوب. الست دي انا ما شفتش منها غير كل خير واخلاص واحترام على مدار عمري كله 18 سنه، لدرجه ان انا خدتها ازرع لها اسنانها اللي بتطلع تضحك بيهم وتهني وتصفني انا بالقواد والديوس اللي عاشت معايا 18 سنه